في قائمه ال HSL دي فاضل لنا خانه اللوميننس. ليه اللوميننس دي؟ اوقات كتير جدا بيكون مثلا السكين تون، لو حد مصور وفي شمس ضاربه قوي في الناس فتلاقي ان السكين تون منوره قوي. طب انا مش عايز اغمق الصوره كلها، انا عايز اغمق السكين تون. طب السكين تون دي متكونه من ايه؟ متكونه من اورنج، فباجي عند اللون الاورنج ده واغمق كده. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيمسك لك اللون ده يغمقه او يفتحه. بيحصل كتير جدا ابقى في صور كده والاقي ان الشمس ضاربه في الشجر ورا، مخليه ان ورق الشجر منور قوي. طب ورق الشجر ده متكون من ايه؟ بلون اصفر واخضر. باجي عند الاصفر واخضر ده اروح جاي قافله كده، اروح جاي مهدي لي اضاءه الشمس. ما انا مش عايز اهدي مثلا الاضاءه كلها، عايز اهدي لون معين في الصوره. فدي استخدام اللوميننس بنعمل بيه كده. نيجي بقى لتريكه مهمه جدا في السكين تون. ندخل زوم ان كده، وبصيتوا على البشره بتاعت العروسه بسبب ان الشمس ضاربه من هنا، فعملنا لها هنا لون اصفر مخضر، وهنا في لون ايه؟ لون اورنج محمر. في تشقق حاصل معاه في الجلد، ان البشره مش لون واحد، ده في لونين. طب هعمل ايه؟ واحده واحده. انا قلت لك ان البشره بتتكون من ايه؟ لون اورنج ولون ايه؟ لون اصفر. فباجي عند اللون الاصفر ده واتحرك كده. بصوا كده ايه اللي بيحصل؟ الله، ده بصوا بيتحرك اهو في السكين تون. فمعنى كده خلي بالي وانا قاعد بتحرك في لون الشجر ان انا خلي بالي ان اللون الاصفر ده ممكن يشتغل على الشجر وممكن يشتغل على السكين تون. فتكير وانت شغال بتكون لون الشجر ورا تخلي بالك من السكين تون. فنظبط كده اهو السكين تون اهو. بصوا كده الاول كانت عامله ايه؟ كان هيحصل تشقق معايا في السكين تون، هيطلع شكلها مش حلو. فلا، ارجع لي كده بالاصفر ده تاني واعمل ايه؟ ظبط لي بقى، خلي السكين تون كلها ايه؟ واحده. وتعالى عند الاخضر ده وايه؟ وروح بيه سنه لمين تاني ايه عشان ارجع الاخضر بتاعه بيور تاني. بعد كده هزود سنه ساتوريشن اهو. وكده يبقى قائمه ال HSL كلر دي انت فهمت هي بتعمل ايه. انا عندي هيو، عندي ساتوريشن، عندي لوميننس. انا بشوف قاعده الالوان اللي انا عايز اعملها وببدا ان انا اشوف ايه اللون اللي بايظ او ايه اللون اللي عايز اتغير. فهي القائمه دي اللي بتخليني اتحرك في عجله الالوان واتحكم في اللون اللي انا عايز اختاره ويتحط في الصوره، واتحكم في الساتوريشن بتاعه واشوف اذا كنت عايز اغمقه ولا افتحه. كده انا عملت ايه؟ وديت الصوره ناحيه الحته اللي انا عايز اعملها. بعد كده بنزل عند قائمه اسمها كلر جريدنج. قائمه الكلر جريدنج دي مديني بالبلدي كده 3 كور. كوره اسمها ميد تون، كوره اسمها شادو، وكوره اسمها هايلايت. دول اهم 3 فاليو في الصوره. الشادو ده اللي هو الغامق بتاع الصوره، يعني اي حاجه انت شايفها شادو كده غامقه ده كده ايه؟ بالبلدي كده اسمه الشادو. الهايلايت اي حاجه منوره معاك ده اسمه الهايلايت. الميد تون لا هو حاجه منوره قوي ولا هو حاجه غامقه قوي، الطبقه اللي في النص. طيب بعمل ايه عشان انا بالقائمه دي؟ يعني انا عايز استفاد بيها. نرجع لما جيت كنت بشرح عجله الالوان، قلت لك قسم لي العجله بتاعتك نص يمين الوان حاره ونص شمال الوان ايه؟ الوان برد. دايما اعمل كده في القائمه دي. تيجي عندها كده، تيجي عند قائمه الهايلايت. الهايلايت ده اللي هو دايما ايه؟ اللايت روم قاري الفستان ده قاري ان هو طبقه هايلايت. فانا كده بعمل ايه؟ لو اتحكمت في الهايلايت هنا اي حاجه منوره معايا، سواء انا وشي كده منور فده كده هايلايت، لابس حاجه بيضه فده كده هايلايت. فخلي بالي وانا بحط لون هنا في الهايلايت ان اي حاجه منوره معايا هتاخد اللون ده. طيب هعمل ايه؟ انا عايز اللي يتفرج على الصوره بتاعتي عينه تقع على مين؟ على العروسه. اروح جاي رايح حاطط الوان حاره اللي هو لون ايه؟ اللي هو لون الاورنج اهو. وطبعا الكره اللي هي في النص ده اللي في النص دي الساتوريشن. يعني انا لو عملت كده فانا بزود هايلايت، بزود اورنج قوي في الهايلايت اهو بالشكل ده. فانا بسنس بسيط بس اهو. طيب نص الالوان البارده هعمل ايه؟ هخدم بقى الايه؟ الازرقات ورا والاخضرات اللي انا اخترتها في الشجر عشان ابقى عملت لونه عكسه اهو. انا جاي رايح على اللون الاخضر ده وعامل كده اهو، اخضر بقى او اخضر سيان اهو، سنه بسيطه كده. انا عملت ايه؟ كده ان توتال الصوره الفاليو المهم فيها اللي هو الهايلايت والشادو انا عملت لون وعكسه. فمجرد ما تتفرج على الصوره بيجي لك ايحاء كده ان انت حسيت ان في فاصله، في كواليتي اهو. انا لسه ما عملتش حاجه، انا قاعد بلعب لك بالالوان وبعمل لك كواليتي. فانت مجرد ما شفت الصوره انت حسيت بفاصله تماما.